الناس اللي بتشتم في جيش مصر وفي القيادة المصرية وفي شعب مصر عامة، من اللي شافوه في المسيرة بتاع دمياط. لا يا حبيبي، وبتقول مصر مش هترد. لا يا بابا، مصر هترد، وهترد بكل عنف وبكل قوة كمان. ما تستعجلش على رد مصر. بس مصر بتستنى التوقيت والوقت المناسب اللي ترد فيه، وتأكد يقينا ان مصر هترد ورد قوي كمان. الشماتين والشمامين والمعرضين بكسر الضاد عمالين شمتين في مصر، شمتانين في مصر، والخرفان شمتانين في مصر من اللي حصل في المسيرة اللي ضربت مفاعل الغاز في دمياط. بيقولوا مصر مش هترد، ومصر جيشها جيش جمبري وجيش كذا وجيش كذا. لا يا حبيبي، مصر هترد بكل قوة وهترد بكل عنف. ما اركن بس انت على جنب كده، واركن في حتة ناشفة، لان مصر هترد ورد قوي ورد جامد كمان. ما تستعجلش وما تقللش من شأن القيادة المصرية بتاعتنا. لا، ده الرئيس السيسي فاهم وواعي ومدرك اللي بيحصل حواليه. ده كان رئيس مخابرات، انا ما بقللش من وطنية القيادة المصرية. بالعكس، مصر هترد وهترد بكل قوة. الشماتين والشمامين والخرفان اللي شمتانين في مصر عمالين يقولوا مصر مش هترد ومصر انضربت وفين القياده وفين البلد وفين مصر والقصه دي. لا يا حبيبي، اركن انت على جنب شويه بس كده، واركن في حته ناشفه، لان مصر هترد وهترد بكل قوه. بس التوقيت امتى الله اعلم، بس كون على يقين جازم ان مصر هترد وهترد بكل قوه كمان. يا شمام يا خرفان يا شويه الصيع يا معرضين تانيين في مصر هترد وهتغيظكم وهترفع شأنها في العالم كله. مصر هتضرب وهتضرب ضربه قويه كمان. فالقياده المصريه ومصر اكبر من اي دوله تانية، فما تقللش من شأن مصر ولا تقلل من شأن القياده المصريه. الرئيس السيسي فاهم وواعي ومدرك اللي بيحصل حواليه ومدرك اللي بيحصل في مصر. بس بالراحه والصبر حلو. مصر هترد، وبكرر مره واثنين وثلاثه، مصر هترد بكل قوه وبكل شجاعه على اللي حصل في دمياط. بس الصبر حلو. اللي شمتانين فينا يا خرفان يا شويه صيع. فدي الرساله اللي حبيت اوضحها بس الاول من الفيديو ده. مصر هترد وهترد بكل قوه كمان.